قصص تيوب. السلام عليكم متابعينا الكرام. قصص تيوب. مرحبا بكم في قصة جديدة غتعيش الرعب ديال بصح، ولكن كنصيحة لأصحاب القلوب الضعيفة بلا ما تفرجوا تشاهدوا الفيديو خصوصا بالليل، وقال ما تبداش السنة. قبل البداية لا تنسوا تشجيعنا بالاشتراك والضغط على زر الجرس واللايك والبارطاج، وما تنساش تجيب واحد الكويس ديال الأتاي ولا القهوة ودير لكي تطفي الضوء. فهيا بنا نبدأ على بركة الله. أنا بنت عشرينية وقعوا لي بزاف الحوايج غراب. أنا غنقول لكم واحدة منهم. واحد النهار في الصيف عمتي قررت تمشي عند اختها في كازا، خلات لي السوارت مقابل الدار حيت الدار حدا الدار، وصلت عند دار جدي. كان اللي كيدخل لها كان كيحس بالحم وكيتشوك، ما يقولها لينا إلا أنا كنحس بالراحة، ولكن كنحس بها إلا ونكون بوحدي إلا كنت مع الناس. كنت كنكره هادشي ملي كنت عازبة، وفي الصيف راكم عارفين بلا ما كيصار. أنا كنت كنبقى في الدار جدي حتى الوحدة ولا جوج ديال الليل عاد كنمشي. هنا فين غنبدا واحد الليلة كنت كندور ستوري، واحد شوية سمع شي حد كيعيط لي. قلتلو نعم، أنا كيسحب لي الوالد لا عيط لي. خرجت ملقيت حتى واحد. عيطت للوالد حيت الدار قريبة، قلت ليه واش عيطتي ليا؟ قال لي لا. وليت ندخل بقيت تصورت وبقيت كنشوف في دوك التصاور. اقسم بالله العظيم شفت واحد الرمادي وعينيه صفرين واقف فوق الباب ماسك فيها وكيشوف فيا. انا كي شفت داكشي في التليفون قلبي بقى كيزدح حتى كان غيسكت. طيحت التليفون وخرجت، مشيت كنغوت عند ماما قلتها ليها. بخرت ليا وانا عست لغديه قالت لي يا ماما وريني ديك التصويرة. مشيت باش نوريها ليها، لقيت دوك التصاور كلهم تحدفو ليا اللي فيهم داكشي، ما بقى ليهم اثار. مشيت للمحذوفات ما لقيتش. ماما ما تيقاتنيش، قالت لي يمكن غير انت كتخيلي. انا داكشي شفتو بعينيا واضح وبصح. دوزت داك النهار مشيت حاشاكم الحمام باش ندوش. انا هبقى دخلت معايا التليفون ورا الموسيقى، وانا كندوش واحد شويه حتى كنحس بحال شي حد قاس الجسد ديالي حتى جاتني الرجفه. الصراحه ديك الساعه ما ديت ما جبت حتى كنحس بالشعر ديالي واقف. لبست حوايجي والكارثة العظمى جاية في واحد الليلة كنت في ديك الدار بقيت طلقة التلفازة وشدت التليفون وداني نعاس. نعست حلمت جا عندي شخص لابس الكحل وجنبو الذئب، وهداك الذئب كبير وصحيح وهداك الشي مبينش وجهو. قال لي هاد الليلة غتبقاي معايا هنا. واحد شوية كنسمع في ودني نوضي 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 هو جاي. نوضت ما لقيت حتى واحد. كانت الحداش ديال الليل. مشيت باش نحل الباب مبغاش يتحل، واخا ما داير ليه لا سقطة لا والو، بحال شي حد شدو. عييت ما نفرع فيه. مشيت للكوزينة نجيب موس نحلها والو. تفكرت داك الحلم ركبني الشلل، خصوصا من شفت داكشي اللي في التصويرة. وهداك الشي قال ليه غتبقاي معايا. بقيت كنبكي ونعيط لماما. سمعني خويا الكبير كان كيتكونيكا حدا الدار، جا عندي عيا ما يدفع والو ما بغاش يتحل. جات ماما جا الوالد جا عمي والو ما بغاش. قال لي عمي دير القرآن حداك. هما بقوة ما كانوا كيضربوا الباب. الخيط ديال الضو تقطع مشى الضو. زدت فشلت صافي سخفت ما بقيت كنسمع والو غير الطنان في ودني بحال انا في البير. جابو الفقيه بقى كيقرا تحل الباب. ديك الساعة عارف كاينة شي حاجة. هزني خويا داني للدار. من تما ما بقيت حسيت ولا عرفت القبلة فين هي. حتى الصباح فقت جاو عندي سولتهم ما بغاوش يقولوا لي. حتى سولت خويا قال لي كنتي مسكونة
والبارح الفقيه كلم داكشي اللي كان فيك. انا تصدمت، قال لي بلي كان ساكنني عفريت، حيت كنت كنشوف في المرايا بزاف، وكان كيشوفني في الحمام، عشقني وقال لي بلي باغي يتزوجني وما باغيش يخرج حتى ذبحو الفقيه من بعد واحد المشقة. نصيحة للبنات، ما تبقاوش تشوفوا في المرايا بزاف، حيت عانيت بزاف. الخوت هنا سالت القصة، نتمنى نال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش علينا بالاراء والتعليقات ديالكم. والى ذلكم الحين استودعكم الله واترككم مع هذه التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتيتنا آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا
إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا